أنا شهد، بنت في تانية ثانوي، معروفة بهدوئي والتزامي، ومش من البنات اللي بتحب تتعامل مع ناس كتير. بس أنا كان عندي واحدة بس كنت بعتبرها أكتر من أختي. أعرفكم بيها ابتسام. عرفتها من أول سنة في المدرسة، كانت دايما جنبي في الحلوة وفي المرة، بتيجي البيت وتاكل معانا. ماما بتحبها وبابا كمان بيحترمها. كنا دايما بنضحك ونتصور مع بعض ونحكي لبعض كل حاجة ببساطة كده. كنت بعتبرها مخزن أسرار. وفي مرة وإحنا قاعدين في أوضتي قالت لي اضحكي يا شهد، هصورك عشان نفتكر اليوم ده. ضحكت وهي صورتني، وراحت بعتت لي الصور على الواتس وقالت لي ابعتي لي صورك اللي صورناها في الرحلة بتاع امبارح، عايزة أعمل ألبوم صور لينا مع بعض. ما فكرتش وبعت لها فورا، وابتدت الحكاية من هنا. بقت كل شوية تطلب صورة، ومرة صورتني في البيت، مرة في اللبس الجديد، مرة وأنا واقفة قدام المراية وأنا ولا على بالي خالص لصاحبتي اللي بثق فيها، اللي واكلة نار شاربة معايا في البيت، مش ممكن تأذيني. بعدها بشوية كل حاجة ابتدت تتغير. في يوم لقيتها بتبعت لي انت فين دلوقتي؟ قلت لها في اوضتي. ليه؟ قالت لي طب ابعتي لي صورة كده تثبت لي كده بسرعة. استغربت بس قلت يمكن بتهزر، صورت نفسي وبعتها لها. عدت وعدى اسبوع ونفس الموقف بقى بيتكرر. في مرة قالت لي صورك كلها تجنن، انت مش واخدة بالك ان انت جميلة قد ايه؟ ضحكت كده وقلت لها يا بنتي ده من ذوقك، وما اخدتش في بالي انها كانت بتمهد لحاجة اكبر. لحد ما جه اليوم اللي قلب كل حياتي. كنا في المدرسة وقت الفسحة وقاعدة مع ابتسام، وقالت لي شكلك كده مش على بعضك، في ايه؟ قلت لها في شاب على الفيسبوك بعت لي بيهددني وبيقول لي ان هو معاه صور ليا. وشها كده ما تجيبش عليكم متغير، وبصيت لي كده وقالت لي صور؟ صور ايه؟ هو انت كنت بتكلمي شباب من ورايا؟ اتلخبطت كده وقلت لها لا اصلا. قالت لي طب ما قلتليش انك بعتي حاجه لحد؟ سكت كده ومصدومه من كلامها. انا فعلا ما بكلمش حد، وانا مش عاطيه صور لحد، وبستغرب ازاي الصور دي وصلت لي. قلت لماما ماما يا ماما لو في بنت ابتزها حد بصور هتعمل ايه؟ بصت لي كده باستغراب وقالت لي هي انت؟ قلت لها لا دي واحده صاحبتي. قالت لي تروح لاهلها، ولو الصور دي فعلا عنده تبلغ الشرطه فورا. مفيش هزار في الحاجات دي يا شهد. رجعت تاني لابتسام وحكيت لها اللي ماما قالته لي. قالت لي بس بلاش تقولي لها ان انت اللي ابتزت، ان انت اللي حد عرض لك وابتزك. قلت لها اكيد، بس الغريب بقى ان بقت بتسالني اسئله غريبه جدا. انت عندك حسابات تانية غير دي؟ طب لو حد كلمك وقال لك انه يعرف حاجه عنك هتعملي ايه؟ طب لو صورتك اتسربت هتبقى عامله ازاي؟ كنت برد بحسن نيه، بس دماغي بدات تفكر لحد ما جه يوم واحنا في المدرسه، وروحت وفتحت باب الشقة لقيت بابا واقف وشه متغير. ادخلي اوضتك. دخلت وانا جسمي بيرتعش. بعدها دخل ورايا وقال لي انت بقيتي عار، انت خنت ثقتي فيكي، صورك اتسربت وبتكلمي شباب، وكل ده ووشك مرفوع قدامي. انهارت. بابا والله ما حصل، الصور دي فعلا حد بعتها لي، بس انا ما بعتش لحد، انا ما بعتش الصور لحد غير لابتسام. وهنا بدأت أوصل للحقيقة المرة. أبويا فتح الموبايل وورانا الصور، فعلا صورتي، بس المراسلات كانت على حساب باسمي، والمحادثات فيها كلام عمره ما طلع مني. افتكرت حاجة، إن أنا وابتسام عندنا نفس الباسورد. وكذا مرة مسكت تليفوني لما كنت في الحمام أو في الدرس. بدأت أجمع الخيوط ببعضها. وفي اليوم اللي بعده رحت المدرسة وأنا مخنوقة، وقلت لابتسام تعالى عندي النهاردة نذاكر سوا. قالت لي ماشي هستأذن ماما. رجعت البيت وماما كانت محضرة الغدا وأنا بخطط. لما دخلت الحمام فتحت شنطتها وجبت تليفونها، وهنا كانت المصيبة. لقيت حساب فيسبوك تاني باسمي أنا وبصوري أنا. والمصيبة إنها بتكلم مش شاب واحد، دي بتكلم أكتر من واحد، وكلهم فاكرين إنهم بيكلموني أنا. خدت تليفونها ووريت ماما وجرينا على بابا. بابا بص وقال لي انت عارفة ان اللي هي عملته ده ممكن يبوظ حياتك للأبد؟ قلت له انا عايزة اواجهها
لازم أعرف ليه عملت كده. قال لي مفيش مشكلة، بس المواجهة دي لازم تكون قوية. قال لي مفيش مشكلة، بس المواجهة لازم تكون قوية. خرجت من الحمام ولقيتنا واقفين وشها اتجنن. قلت لها كده تبيعيني وتشوهي سمعتي؟ قالت لي أنا آسفة، كنت بلعب والموضوع كبر مني. قلت لها بتلعبي بإيه؟ بسمعتي؟ بحياتي؟ بابا أخد تليفونها وراح به القسم وقدم بلاغ رسمي، وفي القسم كل حاجة انكشفت. ابتسام قالت إنها غيرانة مني، وإنها كانت دايما شايفة إن أنا أحسن منها، وإنها بدأت تهزر. وبعد كده الموضوع بدأ معاها بإدمان. كانت بتتكلم باسم غيرها عشان تحس إنها مرغوبة. أنا وقفت قدامها وقلت لها أنا كنت شايفاك أختي، بس من النهاردة أنت مجرد صفحة واتقفلت من حياتي. وهو بعد كل ده عرفت يعني إيه الصاحب ممكن يبقى سم، وعرفت إن مش كل حد يضحك لك يبقى أمين على أسرارك. لو القصة دي لمست قلبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، عشان لسه عندنا قصص أصعب وأوجع بكتير. استنوني في القصة الجاية.